السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ اليوم احنا في شيكاغو. بطلع برا. احنا في شيكاغو اليوم جايين عند خالته لأبو أحمد. احنا قاعدين عند دار أخته لأبو أحمد في شيكاغو، بس اليوم عند خالته لأبو أحمد. وأنا مش جاي عبيتهم من يمكن 17 سنة، يعني سبحان الله كيف الدنيا. المهم بس حبيت اطل عليك احكي لكم كيف حالكم، شو الاخبار، شو عاملين، كيف انتو. طلعت برا شوي هيك اشوف الارض، جوهم بارد يعني براد بصراحة مش شوب. شيكاغو كتير برد بتناسبناش، احنا بناسبنا جو الدفا متعودين عليه، الشجر منور. كنت ادور على لوز اخضر، حتى الان ما اكلتش لوز اخضر. يعني بدي كل ما بروح محل مش لاقي لوز اخضر، مش هي اللوز الاخضر بده يخلص، انا مش ضايقته والله، رح ازعل اذا اللوز الاخضر بخلص انا مش ضايقته. المهم بكمل لكم هاي. بس اليوم حبيت اطل عليكم. امبارح التعب اللي شفناه امبارح والله ما احكي لكوش. امبارح شو صار فينا، عواصف. هاي ضربت لكم ضرب عواصف امبارح في المطار كنا ننزل فيه. عواصف دبحت شو عواصف. ربنا لطف وقدر، يعني شاء وهيك انه ربنا سلمنا. تأجلنا، يمكن الطيارة كان المفروض نوصل إحنا على 3 العصر، وصلنا الساعة تقريبا 11 وإشي ونص بالليل من الهلكنا، يعني تعب والله. تقول مسافرين. اسكت يا سيري اسكت، حدا حكالك احكي، هذا بتضلها تحكي لحالها بتبرم والله كأنه حدا طب فيها. هذه الابديت تبعت الابل الجد مع العطاء بكششوا. المهم وصلنا 200 تعب. وكانت نيفين بنت حماي طابخة، أما إبراهيم كانت طابخة مقلوبة. عجب إبراهيم أخذناه من المطار وروحنا عندهم على الدار. والله تعشينا على الساعة يمكن 12 في الليل، تعشينا وشربنا شاي بنعنع هيك، وصلينا جمعنا مغرب والعشاء جمع يعني تأخير، وحطينا راسنا نمنا. انسطلنا سطل يعني والله ما قدرنا نقوم. الصبح هلكانين مكسرين، تقولي والله نازل الواحد فينا في دبسة، مكسر جسمنا. أصحينا الصبح وقعدنا هيك شوي وأفطرنا ودردشنا وكذا. وبعدين أبو أحمد ناقصه أكم شغلة للرحلة، وقال لي نهال لو نجرب نشوفهم هون. والله وطلعت عاد أنا ونيفين ومامي والدته لأبو أحمد، رحنا وقعدنا ندور على الأغراض ولقينا والله جبناهم ولملمناهم. هم بيقولوا لا اليوم كمان في عزومة عند دار خالتي اللي هي خالتي أم عمر اللي هي خالته لأبو أحمد. عاد جينا هلأ وصلنا. بدنا نتغدى، قاعدين بيجهزوا هو يعني عشاء تقريبا الساعة 7 هي تقريبا.